اهتزت مدينة الخميسات على واقعة فضيحة جنسية مدوية. لم تكن مشترك في القناة فلتشترك على القناة لكي يصلك آخر أخبار المغربية. بطلها ابن المسؤول قضائي وعدد من الفتيات تم توثيقهن بصور وفيديوهات يمارسن الجنس مع الكلاب. الفضيحة حملت في طياتها تفاصيل مروعة، بحيث يشتبه في نجل المسؤول القضائي استغلال 16 فتاة ومثليين من أجل ممارسة جنسية شاذة مع الكلاب. وبحسب ما تم نقله، فقد كان ابن المسؤول القضائي يدفع 2000 درهم لكل فتاة عن كل مقطع فيديو، محاولا إقناعهن بأن هويتهن ستظل سرية بفضل استخدامهن للأقنعة أثناء جلسات البورنو مع الكلاب. وتفجرت هذه الفضيحة بعد إصابة زوجة ابن المسؤول بآلام على مستوى جهازها التناسلي، لتكتشف إصابتها بمرض جنسي ينتقل بين الكلاب، وما دفعها إلى الشك في زوجها، الذي اضطر للاعتراف بالتهم قبل أن تنتشر على تطبيق واتساب مقاطع صوتية وصور فتيات زعم أنهن بطلات الأفلام الإباحية. واستجابت مصالح الشرطة في منطقة آمن الخميسات فورا، حيث قامت بتوقيف بعض المشتبه بهم وحجز هواتفهم للتحقيق، بما في ذلك ابن المسؤول القضائي.